مرحبا بكم اخواني اخواتي معايا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنديروا هاد لي كابكيك بثلاثه د المذاقات. يعني عجينه وحده غادي نخرجوا منها ثلاثه د الاشكال او ثلاثه د الصابوريس. مكونات جد بسيطه وكتخرج واحد الكميه كبيره وفكره زوينه للوليدات المدرسه، يعني تصايبوهم في داركم باش يدوم وليداتكم معاهم للمدرسه او يتناولوهم في الدار في العشيه. كيجوا لذاذ وساهلين في التحضير. ندوزو دابا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاجو في البدايه 4 الحبات ديال البيض متوسطه الحجم. غادي نضيفوا لهم كيس ديال الفاني، السعه ديالو او الحجم ديالو 7 غرام. كاس ديال السكر الابيض، تقدروا تستعملوا السكر الاسمر. غادي نخلطوا المكونات، من بعد غنضيفوا كاس ديال الزيت. يعني هنا الكاس باش كتعبروا هو باش غادي نعبروا الطحين وباش غادي نعبروا كلشي المكونات. غادي نضيفوا نفس الكاس غنعبروه من الحليب. غادي نحركوا المكونات كاملين حتى كيندمجوا مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيفوا نفس الكاس اللي عبرنا به المكونات الاولى، غادي نعبروا به الطحين الكاس الاول. من بعد غنضيف الكاس الثاني وغادي نضيف عليه كيس ديال الخميره من حجم 14 غرام، وغادي نحرك المكونات كامل. وفي الاخير غادي نضيف نصف الكاس ديال الطحين. يعني هنا احتاجيت 2 الكيسان ديال الطحين ونصف كاس. نخلط المكونات كاملين حتى غادي نحصلوا على خليط اللي كيكون متجانس، وملي كنسندوه بحال هكا الفوق كيهبط الخليط ما كيتقطع. غادي نقسموا الخليط على 3 الاقسام. واحد القسم غنزينوه هكا بهذا الشكلاط اللي صغيور. القسم الثاني غنزينوه بهذه الفاكهه التوت الازرق. والقسم الثالث غادي نزينوه في الاخير بالسكر الابيض. غادي نخلطوا الشكلاط مع الخليط ديالنا، وكذلك غادي نخلطوا التوت الازرق حتى هو مع الخليط. وغادي ندوزو باش نعمروا الكويرطات ديالنا او لي كابكيك ديالنا او المقدالينات، كل واحد بحال اش كيسميهم. غادي نشدو المول ديالنا بطبيعه الحال اللي كيدخل الفران. غادي نديرو فيها دوك الكويرطات، راه تقدو حتى تصايبوهم في الدار غير بالورق ديال الطبخ. تقطعوهم مربعات وغادي تقصوه على شكل ورده وطووه وكيجي بحال هكا حتى هو راه كيصلح. صافي غادي نشدو الخليط كيف قلنا ثلاثه الاقسام ديال الخليط. القسم الاول غادي نضيفوه في الصف الاول، والقسم الثاني كذلك في الصف الثاني، والقسم الثالث في الصف الثالث. وغادي نزينو القسم الثالث اللي غادي يبقى لنا هو اللي غنزينو بالسكر الابيض. صافي هنا ما تخافوا واخا كتعمروا الكويغطات حتى للفوق، راه ما كيخسر عليهم والو، العكس راه كيتنفخوا وراه ما كيلصقوا في المول بطبيعه الحال. الا كان المول ديالكم ما كيلصق راه ما كيلصقوا، العكس راه غير كيتنفخوا وكيجي الشكل ديالهم زوين وكيجي المنظر ديالهم زوين. صافي هنا ملي كملنا القطع كاملين كيف قلت لكم غادي نزينوا الشكل الاخير بالسكر الابيض، او تقدروا تخلوه هكاك على حسب اللي بغيتو، ولكن ناكد لكم مع السكر راه كيجي الشكل ديالو زوين وحتى المذاق ديالهم كيجي زوين. وبحال هاد الاشياء راه كيبغوها وليداتنا. صافي هنا ملي غادي نسالي المكونات ديالي كامل ونسالي كلشي، عمرت المول ديالي غندخلهم الفران بطبيعه الحال اللي كيكون ساخن على 200 درجه شاعله عليه من الفوق ومن التحت، وغنخليهم واحد ربع ساعه. ومن بعد ملي كيطيبوا راه كيخرجوا لنا بهذا المنظر وبهذا الشكل زوين، كيتحمروا كيجوا لذاذ، المذاق ديالهم رائع. نتمنى احبائي يعجبكم الفيديو، وبطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو ما تنساونا من لي لايك ديالكم ومن تعاليقكم الزوينه. واللي باقي ما مشترك في القناه مرحبا به يشترك باش يتوصل بجديد وصفاتنا. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم بحول الله. الى اللقاء. خليكي ليا تاني ونطير معاك ليالي، ما تخلي الوقت ثانية.